جرى ايه يا رؤى؟ انتي هتفضلي قاعدة على طول كده على الكمبيوتر؟ ما خلاص كفاية. انتي عارفة يا ماما ان انا بحب العب على الكمبيوتر، فيها ايه بس؟ لا، فيها حاجات كتيرة غلط على عينك. لا يا ماما مش غلط، انا بحاول افهم كل حاجة. ماما انا بحب الحاجات دي، بحب اشوف الكمبيوتر بيشتغل ازاي وازاي عملوه اصلا. ماما انا لما اكبر عايزة ابقى اشتغل مهندسة كده، ماشي؟ ماشي يا بنتي، باشتغلي كده. شكرا يا ماما. العفو على ايه؟ بس اهم حاجة ما تقعديش كتير قوي كده بقى على الكمبيوتر عشان مش هينفع. يا ماما عشان خاطري، لازم تطلعي تقعدي مع اصحابك وتلعبي. انا ما بحبش العب معاهم، انا بحب اقعد هنا. هما مش بيفهموني ومش بيفهموا اي حاجة انا بقولها. ماما بجد الكمبيوتر ده حلو قوي. ليه بقى؟ ازاي جهاز يخلينا نعرف نتواصل مع ناس واحنا اصلا بعيد قوي عنهم؟ عمرنا ما هنعرف نوصل لهم دلوقتي خالص. يعني اقل حاجة لو سافرنا هنقعد كتير قوي، بس احنا ممكن نكلمهم دلوقتي حالا. يعني مثلا احنا بنكلم خالته اللي مسافرة برا، بترد علينا على طول وأكننا معاها في نفس الوقت. ماما دي حاجة غريبة قوي على فكرة، انتي ازاي مش واخدة بالك؟ واخدة بالي بجد، دي حاجة حلوة قوي بصراحة، عشان نبقى نطمن على بعض على طول. انا فاهمة انها حاجة حلوة عشان نطمن على بعض، بس ازاي انسان قدر يوصل لحاجة زي كده؟ انا متأكدة السنين الجاية يبقى في حاجات كتيرة اغرب من الكمبيوتر ده، وان احنا نتكلم مع الناس. اكيد يا بنتي اكيد بجد. خلاص بقى يلا نروح ناكل. ماما أنا عايزة أبقى من الناس دي، أنا عايزة أوصل لاختراع، عايزة أعمل حاجة محدش يقدر يعملها خالص، حاجة مستحيلة كده. إن شاء الله يا بنتي، لما تكبري اعملي كل حاجة. ماشي يا ماما، أنا بفكر أصلا من دلوقتي، وإن شاء الله هوصل لأحسن فكرة. أيوة أيوة يا بنتي، يلا بقى. حاضر يا ماما جاية، طبعا انتي زهقتي من كلامي ومش فاهمة مني أي حاجة. بصراحة يا بنتي أنا مش فاهمة حاجة. ايه ده؟ في واحدة بتبعتلي رسالة دلوقتي، دي اسمها نفس اسمي، اسمها رؤى برضو. ده حاجة غريبة قوي. أمشوها عايزة ايه؟ هي اللي بتقولي مروحش المدرسة النهاردة. هي معايا في المدرسة ولا ايه؟ بس أنا مفيش ولا واحدة في المدرسة اسمها رؤى زيي أنا بس. حاجة غريبة قوي، وليه بتقولي مروحش المدرسة؟ طيب أعمل ايه؟ خلاص أنا مش هروح المدرسة النهاردة، وهسألها هي ليه مش عايزاني أروح المدرسة. يلا يا بنتي جهزتي شنطتك، يلا بقى عشان ننزل أوديكي المدرسة. ماما أنا مش هروح المدرسة النهاردة. ايه ليه بس؟ ما انتي لابسة وخلصتي اهو. بصراحة يا ماما أنا مش قادرة أروح خالص، معلش النهاردة بس هغيب من المدرسة. مع إنك بتحبي تروحي المدرسة يعني. معلش يا ماما النهاردة بس مش هقدر أروح. ماشي يا بنتي خلاص، اتفضلي اقعدي. ماشي يا ماما شكرا، معلش. عادي عادي يا بنتي. أنا لازم أكتب لها دلوقتي، أسألها هي ليه مش عايزاني أروح المدرسة النهاردة. ايه ده؟ دي مش بترد عليا. خلاص خلاص مش مهم، أما أشوف حاجة تانية أعملها. ألبس ايه بقى النهاردة؟ مش عارفة. ايه يا ماما؟ مالك بتعيطي ليه كده؟ ايه حصل؟ كويس يا بنتي، كويس ان انتي ما روحتيش المدرسة النهاردة. ليه يا ماما فيها ايه؟ الاتوبيس بتاع المدرسة اللي انتي بتروحي بيه عمل حادثة، وزمايلك كلهم في المستشفى. يا نهار ابيض، ازاي يا ماما حصل كده؟ مش عارفة، الاتوبيس خبط في عربية تانية والاتوبيس كله اتقلب. بجد الحمد لله الحمد لله ان انتي ما روحتيش المدرسة النهاردة.
انتي مش عارفة انتي لو كان حصلك حاجة انا كان هيجرالي ايه. طيب يا ماما كويس ان انا ما روحتش بجد. طب بس زمايلي عاملين ايه؟ انا عايزة اروح اطمن عليهم. اكيد اكيد يا بنتي هنروح نطمن عليهم. ماشي يا ماما ماشي. بس يا بنتي هو انتي مكنتش عايزة تروحي المدرسة النهاردة ليه؟ مع انك لبستي وخلصتي وعملتي كل حاجة. مش عارفة يا ماما، انا مكنتش عايزة اروح النهاردة المدرسة وقلت لازم اقعد. طيب طيب كويس يا بنتي. الحمد لله ان انتي كويسة. شكرا يا ماما. انا لازم افهم دلوقتي حالا، مين دي اللي بتبعتلي؟ وليه قالت لي ما روحتش المدرسة النهاردة؟ هي كانت عارفة حاجة عن الحاجة اللي هتحصل دي؟ اكيد كانت عارفة. امال ليه قالت لي ما روحش المدرسة النهاردة؟ انا لازم ابعت لها. هي ما بتردش عليا ليه؟ انا بجد مستغربة قوي اللي بيحصل. ايه ده؟ دي رؤى اللي كانت بتكلمني وقالت لي ما اروحش المدرسة. انا لازم اعرف منين هي عرفت اللي هيحصل، وليه قالت لي ما اروحش المدرسة. الو. ايوه يا رؤى. هو انا ممكن بس اسالك سؤال؟ هو انتي كنتي عارفة اللي هيحصل في الاتوبيس النهاردة بتاع المدرسة؟ ايوه. طب انتي عرفتي منين؟ وعرفتي منين ان انا في المدرسة دي؟ خلاص تمام. اما اروح اكلمك عشان اعرف منك كل حاجة. تمام شكرا. ايوه يا رؤى. انا برضو اسمي رؤى. هو انتي ازاي شبهي كده؟ انتي شبهي قوي بجد. وانتي كبيرة خالص، ازاي عرفتي ان الاتوبيس بتاع المدرسة بتاعي هيعمل حادثة؟ حتى انتي مش معانا في المدرسة. ايه؟ انتي مين؟ ايوه يا رؤى. عاملة ايه؟ انا استغربت بصراحة، انتي ازاي مش عارفاني؟ انا انتي يا رؤى. بس انا دلوقتي كبرت وانتي لسه صغيرة. انا اخترعت جهاز يا رؤى. انتي عارفة احنا كنا بنحب الكمبيوتر من واحنا صغيرين. اخترعت جهاز اقدر اوصلك بيه. انا كنت عاملة حادثة وانا صغيرة، كانت حادثة صعبة قوي، فانا قدرت اخترع الجهاز ده دلوقتي، ورجعت عشان اقولك ما تروحيش بالاتوبيس المدرسة اليوم ده. بس وفعلا انتي ما روحتيش. انا عارفة ان انتي اكيد مش فاهمة اي حاجة مني دلوقتي، بس انا كنت بحاول اخليكي ما تروحيش المدرسة اليوم ده. انا اخيرا قدرت اخترع الحاجة اللي انا عايزاها. باي يا رؤى بقى، انا لازم اقفل دلوقتي. بصراحة انا مش هقدر اكلمك تاني، الموضوع صعب جدا. ماشي يا رؤى.